أنا الألمان. هذا أكبر ميكانيكي موجود في داعش، واللي يعزي ويذل هقطع لك وشك. المر بزيادة والعرب السيطرة. الشارع علمنا ان كل واحد يقول عليا الطلاق بالثلاثة. تخيل نفسك مدعو لحضور محاضرة في عالم الشياطين وشايف ناس انت بتعرفهم موجودين هناك، قلوبهم حرفيا كانت هتتوقف من كتر الخوف والرعب اللي كانوا شايفينه، ملامحهم مشدودة وعيونهم مليانة قلق، واللسان مش بيبطل ذكر ربنا عشان بيحاولوا يهدوا قلوبهم اللي بتخبط زي الطبول. الموقف كان مرعب لدرجة محدش يتخيلها، زي كابوس اتحول لحقيقة، وبدأتوا تفكروا بجد في الهروب والتراجع عن فكرة حضور المحاضرة المرعبة دي. لكن يا حلو فرضوا عليك انك لازم تسمع المحاضرة للآخر ولازم تستمر، وكده كده لازم تكمل. هو ده إبليس قاعد فوق عرش اسود شكله كئيب وسط حشد من أتباعه مريديه. إبليس نفسه بصوته المزعج اللي تقشعر له الأبدان بيحاضر في قومه وبيحكي تاريخ البشرية كله زي ما يكون فيلم، بس فيلم كله صراع ومعارك بينه وبين بني آدم. بيتكلم عن الوسواس، ولما قال ان الوسواس ده اضعف سلاح ممكن يستخدمه ضد البشر، كل اللي في القاعة سكتوا في ذهول، وهو وقف بصوته المرعب يسأل سؤال وباين من صوته انه كله شر: ايه هو اقوى سلاح بنستخدمه ضد البشر؟ وطبعا انت يلي مدعو عشان تحضر الجلسة دي قاعد بتحبس انفاسك، لأن الإجابة اللي هتطلع من القاعة هي الهدف اللي رحت عشانه. المغامرة دي كانت ممكن تخلص بيكم بأي مصير، لكن الفضول اللي كان عندكم كان أقوى من أي حاجة. بعد ما كل الأبلسة الصغيرين غلطوا في الإجابة سكتت القاعة تماما، ومفيش غير صوت صرصور الحقل. في الوقت ده رفع إبليس صوته وبص بعينه وابتسم، لكن ابتسامة شيطانية تخلي الدم يتجمد في العروق. قال بصوته العميق اللي زي الرعد: أخطر سلاح بنستخدمه ضد البشر نشر الأفكار. هو ده السلاح الحقيقي اللي بنستخدمه. نشر الأفكار سلاح مرعب بتمسكه شياطين الجن في إيد وشياطين الإنس في الإيد التانية. الفكرة هي اللي بتزرع بذور التغير جوه عقل بني آدم، تغير سلوكه وتفكيره وعاداته وحتى مشاعره، والموضوع بيمشي مع مراحل محفوظة زي ما إبليس شرح بالظبط: نفور، رفض، فضول، وتعود. 30 حلقة في رمضان، اسكرول دايما على التيك توك، ألفة وحب، عشق وحنين. بعد ما شفنا كل الأهوال دي في عالم مليان رعب وكآبة، ده غير الأجواء السوداوية، الفكرة هي السفير اللي بيزور العقل ويستوطن الروح، وهي اللي بتغير الشخصية وتصنع التاريخ. من أول قصة قابيل وهابيل لحد يومنا النهاردة، الأفكار الشريرة اللي ولعت الحرب وغيرت مصير خلينا نركز شوية على نوع مختلف من الأفكار. أفكار خرجت من شاشة السينما وشاشة التلفزيون وشاشة الموبايل بتاعك واتسللت لقلوب وعقل الناس كلها. أفكار اتولدت في أفلام ومسلسلات ومحتوى على يوتيوب أو أي منصة أخرى، كسرت حاجز الأخلاق، ضيعت مجتمع كامل. الأفكار دي كان سلاحها الأكبر هو التعاطف التلقائي مع البطل، لدرجة ان المشاهدين بيعيشوا وجهة نظر البطل كأنه الحقيقة المطلقة من غير ما يبص للموقف من زواياه الأخلاقية أو الاجتماعية أو حتى من زاوية دينية. خد بالك من القايمة اللي هقولها لك كمان شوية. قدر الذكاء الاصطناعي يجسدها ويختصر الأساليب اللي إبليس اتكلم عنها في المحاضرة اللي انت حضرتها. قايمة مختصرة من 10 أفلام ومحتوى على السوشيال ميديا، وأخطرهم على الإطلاق آخر فيلم. شوية حاجات اللي تأثيرها ممتد عبر أجيال، وتخيل معايا إن ضررها يفوق أقوى القنابل الذرية. المقاطع والأفلام دي كانت بنزين لحرب أفكار شغالة على هدم الدين والأخلاق وهدم القيم والوطن والهوية والعقل، لكنها ملفوفة في سلوفان شكله أنيق ويخدع العين. ده غير إنه بيفسد الروح، ودي حرب مش بس بالكلام لكنها بسلاح خفي. شريط سينما، فيلم جديد، مسلسل أول رمضان، برنامج على يوتيوب. الأول فيلم عبده،
لكن عبده ايه؟ عبده المتوفي. محتوى مليان بلطجة، ده غير العنف والاسفاف، ومع كده حقق نجاح جماهيري كبير. البطل في الفيلم ده خسر ناس كتير كانوا شايفينه موهوب، لكنه كسب شريحة تانية. الشريحة دي اقل وعيا من الناس اللي خسروه. كسب ناس مفتونة بالشخصية اللي بتمثل القوة والعنف وبتمثل الصياعة الفارغة. الفيلم قدم شاب بلطجي بيعيش وسط عالم المخدرات، ده غير الرقص الشرقي والعلاقات الغير مشروعة، وكل ده اتعرض كأنه حاجة طبيعية. واحيانا في ناس بتشوفها بطولية في مجتمعنا. نجاح حاجة زي كده يضرب المنظومة الأخلاقية في حتة تحت السرة كده. فتح الطريق قدام موجة أفلام ومسلسلات وأفكار لشباب تداولها على اليوتيوب، محتوى قائم على البلطجة بس، ده غير السوقية اللي هم فيها اللي بقت مسيطرة على معظم المحتوى. التاني فيلم خليجي، لكن اللعبة هنا على تغيير الصح بالغلط والتلاعب بالمفاهيم. استخدموا ممثلة مشهورة بجمالها ونجوميتها عشان يخلوا المشاهد يتعاطف مع شخصية غرقانة في محتوى منافي للأخلاق. نفس النوع ده من الأفكار شفناها زمان، اللي خلى الجمهور يتعاطف مع العوالم والرقصات بدل ما يشوفهم بعين النقد وإن دي حاجة غلط ما تنفعش. الهدف كان خلط الحلال بالحرام وإجبار الناس على تقبل الحاجة دي، ولابد إنك تقبل السقوط الأخلاقي بحجة الظروف. نفس الأسلوب بيتكرر في فيديوهات كتير لبعض الشباب على جميع منصات السوشيال ميديا، ودي مش مجرد ترفيه لكنها أدوات بتضرب القيم والمبادئ في مقتل، ده غير انها بتغير سلوك المجتمع بالبطء والخداع. التالت فيلم على ما تفرج. اسم الفيلم مشابه لحاجة زي كده. الفيلم ده مش مجرد عمل سينمائي عادي، لكنه رمز لكل دراما مليانة موبقات تحت ستار الفن الهادف. ونفس التوليفة تلاقيها في فيديوهات كتير. شباب صغير حاول يعمل محتوى محترم لكنه فشل، فعمل فيديو من النوعية دي فنجح معاه. هوب يستمر على كده. فيلم على ما تفرج كان مهرجان لكل انواع القبح، اباحة، اطفال شوارع، بلطجة وحقد طبقي، ده غير التطرف. كل ده كان بيتم ترويجه وتصويره على انه واقع المجتمع، لكن في الحقيقة ده كان فيلم اشبه بكابوس شيطاني بيضرب في كل الاتجاهات وركز على القيم الاجتماعية والثقافية. والنوع ده من المحتوى شفناها في سلسلة مقاطع بتجمع الرذائل والخطايا في قالب فني مميز لكن مزيف. الرابع فيلم بيخاطب البنات، واللي ظهر فيه مالك دس السم في العسل بفكرة ان الحب اعمى واهم من كل القيم والقوانين اللي ممكن تتفرض علينا. الفيلم روج لفكرة العلاقات المفتوحة والمواعيد الطويلة من غير زواج، وركز على قصص مليانة بالعلاقات الحسية والحوار الجريء اللي بيخدش لا مؤاخذة الحياة، وكلها قصص بتضرب في مفهوم الزواج والأسرة اللي قايمة على المودة والرحمة، وتحط مكانها مفاهيم مضللة عن الحب، وكأن الحب ده مستحيل يجي كحاجة شرعية. أينما وجد الحب وجدت الشهوة، ده غير التمرد على الأخلاق. الفيلم دايما بيسوق لفكرة ان المجتمع الشعبي مليان بالشهوة والخيانة والمخدرات والتحرش، والأخطر من ده كله ان النهاية دايما بتكون انتصار الشر وفي المقابل انكسار الخير، وكأنها رسالة واضحة مفيش أمل في القيم ولا المبادئ، الشر دايما هو اللي هيكسب. الخامس فيلم رجل أعمال غني جدا 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 زي حالاتي. الفيلم نجاحه كان ساحق والإفيهات منه بتتكرر على لسان الناس لحد النهارده، ومع ذلك مضمون الفيلم مسموم. لما نتخطى كاريزما بطل الفيلم ونبص لشخصية رجل الأعمال هتلاقي مثال حي للرجل الراشي والفساد اللي بيتسلق على أي سلم بالفلوس لا مؤاخذة، بيحط في دماغك تقبل الفساد ولابد تتكيف معاه كأن ده جزء طبيعي من الحياة، وإن الغني لابد يكون مرتشي والفقير ما بيمشيش إلا لما ياخد، ده غير إنك ممكن تشتري الشرف بالفلوس، ولو عندك اخلاص عادي بشتريه، ولو انت مفكر وعندك شوية ابداع خد فلوس خد فلوس خد فلوس خد فلوس خد فلوس خد فلوس واديني ابداعك. رسالته الواضحة المجد للمال بس، ألم فلوسي لا مؤاخذة عشان معيش غيرهم. الكارثة الأكبر بقى يا محترم في الفيلم ده مفيش أي محاسب للشخصية الفاسدة دي، بالعكس كانت النهاية الرجل الأعمال ده إنه اتجوز شخصية محترمة ومثقفة، وده طبعا مش أول مرة يحصل. كل مرة النصاب أو الفاسد أو البلطجي لازم يكسب وكل اللي حواليه يخسروا، وده بيروج إن الفساد أقوى من النجاح بكتير. السادس فيلم عاطفي، اتنين بيعملوا حاجة مع بعض فوق على سطح الهرم، واحدة من أخطر الأمثلة على تحول
وتحول الاب لقنبله طاقه سلبيه. القصه اللي كتبها واحد مشهور نجيب محفوظ كانت المفروض تناقش انقلاب الاوضاع الاجتماعيه بعد الانفتاح، لكن الفيلم قدم بطل ناقم وفاشل وهمه الوحيد هو اشباع شهوته. تحس كده ان البطل اشبه بقطه تايهه في موسم التزاوج. المحتوى نشر احساس بالسخط والاحباط وبشكل مش صحي تماما، وزي كتير من الافلام اللي بتتبنى خطاب المظلوميه من غير اي حلول. ده غير ان البطل بيعدي المرحله عدم الانتماء للوطن. ما بتحسش دايما ان الحاجات دي نقد اجتماعي، لكن للاسف دي مشاريع هدفها الاساسي نشر احباط وترويج فكره انك لازم تفضل صايع. ده لو عايز تنجح. عمره ما يشجعك انك تحب بلدك وانك لو اشتغلت هتلاقي، وان الشقيان والتعبان هو اللي بينجح والفاشل يبوظ. لا معلش، حط اكل للسمك. واللي اخطر من ده كله محترم انهم بيشوهوا سمعه الملتزم دينيا. دايما يطلع متطرف، مربي لحيتك تبقى بتاع نسوان، او ممكن تكون منافق لو مالكش في الحريم يعني. وفي نفس الوقت بيحسنوا صوره المتبرجه والمتمرده كانها رمز للحريه، وكل ده في شكل قالب حرب على القيم اللي بتحمي المجتمعات. تامن فيلم قلب شجاع او حاجه شبه كده، واحد من اخطر الافلام اللي رسخت ثقافه البلطجه والعنف وكانها واقع طبيعي للشباب العربي. والمحتوى ده مثال صارخ على قوه الكوابيس اللي بتقلب الفضائل لعيوب مدمره. بدل ما تشوف البطل الشعبي كرمز للقوه والشهامه، بيتقدم لك في صوره بلطجي عاري الصدر يتبنى الفاظ سوقيه، عايش في الحاره الشعبيه ويفرض سطوه على الناس بالسلاح اللي بيفتح بالبرتقانه. الفيلم ده ما كانش عمل منفرد خالص، لكن بدأ بسلسله طويله من الاعمال اللي ضربت في مفاهيم القدوه. الافراح الشعبيه اللي بتقدمها المحتوى الهادف والافلام اللي زي دي بقت نموذج للتفاهه. شباب سكران، طاقه مهدره على الفاضي، ده غير ان نسوانهم لحم رخيص وما تسمعش غير الموسيقى الصاخبه وكلمات مش مفهومه. فيديو على التيك توك كان مجرد بدايه، لكن بدايه سودا لسلسله فيديوهات كلها بتروج لنفس الصوره المشوهه. المحتوى الهابط خلى فكره ان البلطجي هو البطل وكمان تكون فكره مقبوله عند الناس. تاسع فيلم لا مؤاخذه. ايوه اسمه لا مؤاخذه، لا هو مش لا مؤاخذه، هو حاجه شبه كده، اسمه يودي في داهيه لوحده. واحده من اخبث الافلام اللي انضمت لقائمه ابليس، لكن بذكاء وحرفيه شديده جدا. الفيلم اتقدم بطريقه خبيثه ولقى اعجاب نقاد مدرسه ادفع وشوف، لكنه كان ضربة مباشرة في صميم مشاعر الحياة داخل كل الأسر. الحياة اللي هو شعبة من الإيمان. يعني إيه أتفرج أنا وأختي وأمي على شوية شباب معاهم شريط فيديو لا مؤاخذة بيدوروا على مكان يشوفوا الحاجة دي، لكن حاجة زي المحتوى ده يخلي الحياة هدف للكسر والتشويه. الفيلم ده كان بداية خروج الأفلام اللي بالك إن الحاجة دي تخرج من الظلام وتخرج من دائرة الذنب والرغبة في التوبة إلى العلن والجهر بالمعصية. بل والأخطر من كده الشعور بالفخر والرجولة بسببها. ادفع وشوف بقيت راجل. الفكرة اللي بيقدمها محتوى زي ده إن الخطأ مش بس عادي، لكن كمان له مبررات اجتماعية ومبررات اقتصادية تخلي المعصية أمر مقبول وعادي. النتيجة تدمير كل تعاليم الدين، وكل ده مغلف بكوميديا خفيفة والظاهر بتاعها بريء لكن سمها قاتل. على نفس الطريق تلاقي أفلام تانية كتير هدفها بس تكملة عملية تدمير الحياة، وده كان اخطرهم تقريبا. الفيلم العاشر بقى الذكاء الاصطناعي رفض يكتبه، لان هو اختار ال10 افلام والمحتويات عشان هو يتفرج عليهم ويحللهم لك ويطلع لك الخلاصة، لكن كتب 9 بس. الفيلم العاشر قال لي معلش ادفع عشان اكمل، بعيد عنك اصل انا مشترك في النسخة المجانية وحاسس ان الفيديو طول شوية، فقلت له شكرا كفاية عليا 9. هيكون فيلم ايه يعني او محتوى مين؟ طالما انت اللي اخترته اكيد تشويه للقيم والمبادئ وحاجة مدعومة ومصروف عليها. ما هو مش هيكتب لك على محتوى زي محتوايا مثلا حته كاميرا ومايك وكمان مكسور، وغالبا مفيش حد بيدعمه. عشان كده بنطلب من الناس في اخر كل فيديو انك تشترك في القناه وتفعل زر التنبيهات عشان يوصلك كل جديد. ده ممكن تشغل الفيديو وتسيبه وتمشي لو مش حابب تشوفنا، لكن لو حابب ووصلت للنهايه اكيد عملت لايك وكتبت بتاع 20 تعليق، لكن تعليقات مهمه ما تكونش شبه بعض. اسالني سؤال او صلي على النبي. ولو حابب تدعم محتوى القناه على باتريون او بيبال الروابط اسفل الفيديو. انا بحبكم في الله. كلمة السر المايك مكسور. سلام عليكم.